اطبخها يا انجل. Patate, بطاطس. patate, بطاطس. فراخ. فراخ. الفراخ ده حلال يا انجل؟ حلال حلال حلال. حلال حلال. حلال حلال الحمد لله. طبعا انجل بتطبخ لنا فراخ وبطاطس. ورد يا نادين ورد. بص 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 يا نادين، كومي بسكوتي. بسكوتي. تعال تعال تعال. بص بص يا نادين بص. بلا 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 نادين. بلا 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 روسي، يلا روسي، اتي اتي اتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام. أول حاجة نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا جماعة مهم جدا 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 جدا. عايزين رأيكم فيه عشان في حد اتصل عليا وعايز يسمع آراء الناس وازاي يتصرف ازاي في المشكلة اللي هو فيها دي. طبعا الشخص ده مصري، تمام، وبنته مولودة هنا، وزوجته طبعا مصرية. عاشوا على قد ما عاشوا هنا في ايطاليا. بنته عدت سن ال 18 سنه. ليها اصحاب كتير في المدرسه، بيخرجوا بالليل. في ايطاليا هنا طبعا اغلبيه الناس تعرف يعني ان يوم الاحد ويوم السبت اجازه. يوم السبت عندهم بيطلعوا يخرجوا، يتفسحوا، يروحوا يرقصوا، يروحوا هنا مطعم، ده الكلام ده كله. البنت طبعا صحابها في المدرسة، تعالي نخرج النهاردة، تعالي نخرج النهاردة. طبعا البنت يعني والدها بيحرج عليها انها تخرج. طبعا صحابها الايطاليين عملوا ايه؟ عايزه تخرجي؟ اه نفسي اخرج. عايزه تخرجي معانا؟ اه نفسي اخرج. بصي انت اطلبي من باباكي ان انت تخرجي. هو اصر ان انت ما تخرجيش، اتصلي على الشرطه. طب وبعدين كده كده الشرطه هتيجي هتخرجك غصب عن باباكي ومامتي. طبعا البنت ما كتبتش خبر. يوم السبت جه الساعه 10 بالليل او 9 بالليل، لابسه، خارجه، راح والدها راح فين؟ خارجه. لا ما انتش خارجه، اقعدي في الاوضه، مش عارف ايه، كده 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 كده. بعتت رساله لاصحابها، اتصلوا له على الشرطه. اتصلت على الشرطه اتصلت على الشرطه. الحكومه جت، فيه ايه؟ الوضع واحد اتنين تلاته. الشرطة خرجتها معززة مكرمة، خرجت مع أصحابها، اتفسحت، كل ده والدها قاعد في البيت. طبعا هي خارجة، هو مش عارف هي رايحة فين. رايحة ترقص، رايحة هنا، رايحة هنا، رايحة هنا. في بعض الأحيان بيبقى لازم تخلي بالك من التربية جامد جامد جامد. ما تخليش طبعا أولادك يكبروا في أوروبا، لأن بيحصل حاجات كتيرة بتزعلك انت في الاخر. فطبعا هو لحد وقتنا هذا مش عارف يتعامل مع بنته ازاي، عاوز يسيطر عليها والامر خرج عن يده خالص، ومش عارف يسيطر عليها. فقال لي بالله بالله عليك يا محمود، اعمل الفيديو ديت وانشره عندك على القناة، وممكن حد هتابع التعليقات، حد يكتب لي يكتب تعليق اتعامل ازاي، اسيطر عليها ازاي. فبتمنى له يعني ان كل حاجه ترجع كما كانت ويعيش حياه سعيده. بس انا نصيحتي ليه قلت له خدها نزلها على مصر. طبعا هو قال لي هي فاهمه دلوقتي ان هي لو نزلت مصر مش هترجع تاني هنا، فهي رافضه الحاجه دي. فانا اعمل ايه؟ مش عارف اعمل ايه. يا ريت يا ريت يا ريت اللي عنده اجابه ولا اللي يقدر يساعده باي معلومه اكتب له في التعليقات، وعشان كلنا نفيد
الراجل الكريم. اوكي. طبعا انجلا بتصورنا هي. سالوت يعني. السلام عليكم. كوم ستايل دينتي. دينتي كوم ستايل. شوي شوي. طبعا درسها كان واجعها يا جماعه. في ناس كتير بتسال على انجلا، هي عاوزه تطلع بس درسها بس هو اللي واجعها. عايز تقول حاجه يا انجلا للفانز؟ ولا بديك qualcosa ai fans؟ volevi dire qualcosa a tutti sta chiedi per te. كله بيسأل عليك. كله 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 كله. كله سلام عليك. سلام عليك. سلام عليكم. السلام عليكم. انت بتسلمي على كله يعني سلام لكله. سالوتي توتي. أيوة. ايوه. اوكي يا جماعه، ونشوفكم فيديو جديد على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.